اسال الناس كده اعرف ليه بيقولوا على المنوفيين بخلة. والله صابعك مش زي بعضه، فيه الحلو وفيه الوحش وفيه اللي بيتكلم صح وفيه اللي بيتكلم غلط. بس في الندى لما تلاقي واحد زي حالتي يكلمك بصدق بيبقى الدنيا ماشيه معاه ويقول لك الدنيا جايبه روبه معايا. يعني انت شايف ان فعلا المنوفيين بخلة ولا لا؟ لا، انا عن نفسي بقول لا. انا في حاله معايا محتاجه انها تتجوز، بنت محتاجين ان احنا نجهزها، فاحنا كنا حابين ان احنا لو نلم شويه تبرعات من الناس، فلو حضرتك تقدر بتساعد باي حاجه قول لي. تقدر تساعد؟ ما اقدرش والله برضه، حتى لو حاجه بسيطه. ما هو انا بقول لك انا رخ. جنيه مش ما هو الجنيه دي هحطه على جنيه كمان واجيب حاجه لبنتي، لان انا عندي عيله بجهز، عندي عيله بجهز. انا الناس بتديني، هيبقوا بيدوني ياخدوا مني؟ ازاي دي تمشي ازاي؟ هات لي لها مبرر تمشي ازاي؟ ما يمكن اللي بيروح لربنا بيرجع تاني من عند ربنا. ده فضل من عند الله. في حد محتاج، واحنا ممكن ان احنا نقدر ان احنا نقف مع ناس كتيره ونقدر ان احنا نلم. لو فايد مني هقف بقلب جامد واقول لك خد. انت لو جنيه انا اللي مخليني اشتغل في الزباله، ايه اللي مخليني اطلع ادالي الدم في الشمس ووشي يولع وشي ينحرق عشان ايه؟ عشان اجيب 50 قرش اجهز بقى عيالي. انا مجهز بنتي بالقسط، بنتي اتجوزت وخلفت مجهزها بالقسط وعليها اقساط بسدتها، والتانيه هتخش هيبقى جاهز. يعني انت عليك اقساط وفي نفس الوقت لسه بتجهز؟ امال ايه؟ على اكتر من 30,000 بسدد فيهم. تشتغل كام ساعه في اليوم يا حاج؟ من الظهر ل 12 بالليل. هو انا ممكن اسال حضرتك بتقبض كام ولا عادي؟ بتقبض كام؟ 1700 جنيه. ما يقضيش له حد ميه، الواحد لو قال ضربة شمس هيصرف. بس يعني مصاريف بيتك كام؟ ده انا مصاريف البيت دي اي واحد مصاريف بيته دي ما تعداش. ايجار منه نور وميه وكهرباء وده وغاز واكل وشرب عياله، يعني الدنيا ماشيه بالزق يعني. ربنا معاك والحمد لله. عمرك حسيت ان انت اشمعنى مش ماشيه معايا؟ لا، ما عنديش الكلام ده، ما اعرفش الكلام ده، ما كانتش تيجي من فوق ان شاء الله ما جت. انا حابب ان انا اشكرك، وفي مكافأة بسيطة انا عايز اديها لحضرتك، دي من هايبر الهنا، ودي مكافأة ان حضرتك راجل كويس وشقيان وربنا يعينك، وانا ولا في بنت ولا حاجة، بس انا كنت عايز اشوفك انت هتقول ايه. ما هو انا صريح، انت صريح جدا. ما انا بلفش وادور على حد. بس انا هسألك سؤال، دايما الحرام اسهل، هل عمرك فكرت ان انت تاخدها بالحرام؟ لا يا عم، انا ايه اللي يجبرني ان انا اسرق؟ ايه اللي يجبرني ان انا احط ايدي في جيب واحد شقيان زي حالاتي؟ ولا لنا في الموال ده احنا ناس بنصلي وعارفين ربنا. انا بنام واصبح اقول يا رب توكلنا على الله، ارزقنا رزق حلال. الرايد بيبقى رايد ميت، عارف هيقوم الصبح ولا مش قايم؟ بس خلاص، ده ربنا اللي بيديك العمر دي تاني عشان تصبح الصبح تقوم تجري لاكل عيشك وتاكل عيالك وتشوف طلباتك. ايه الحاجة اللي انت نفسك فيها؟ نفسي ان انا يعني ابقى في حاجه احسن من كده، وقابل رب كريم وانا في شغلي، لا حد يشد ولا حد يحطني بس. والحمد لله بنصلي وعارفين ربنا، والحمد لله على كده وحامدين وشاكرين. ايه اكتر حاجة كانت صعبة مريت بيها؟ لا، ده الصعوبة دي كتير ما اقولكش على اللي انا مريت بيه، يعني فضل من ربنا ان احنا ربنا ادانا بايدينا الاثنين الحمد لله وهي ماشي ورضا بس. عايز تقول ايه للناس؟ اشكرهم جزيلا واجملهم على دماغي من فوق، واللي يقدر يساعد بقلب جامد، واللي يقدروا على الخير يعمله بس. ان شاء الله ربنا يجوز بنتك على خير، وان شاء الله قصتك تخلص. الحمد لله الحمد لله، فضل ونعمه من ربنا بس. انا عمر ما بمد ايدي جنيه لحد، بقول لك انا في الاول وفي الاخر ما كانتش تيجي من عند الله عنها ما جت. الحلال اهم حاجه. هو الحرام ما قضي لما الحلال هيقضي؟ ها اكعيلها. تنصح الناس بايه؟ انصح الناس ان يمشوا بنيه سليمه ويقضوا فرض ربنا عليهم الاول قبل كل حاجه، لان ده واجب علينا ان احنا نديله حقه زي ما بيدينا حقنا نديله حقه ده انصح الشعب المصري، والشعب المصري مش عايز نصاحه،
اعفيني بقى عشان الحق شغل. خلاص مفيش اي مشكله. شرفت بحضرتك. مع السلامه. ربنا يكرمك يا رب. شكرا جزيلا. الجماعه كلك واي واحد يعمل خير اشكره بالنيابه عننا. حاضر. بس يلا سلام عليكم.